السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حندير لكم الشاربات. كما معروف في رمضان نستهلكوا بزاف الشاربات، وهذيك اللي تباع برا يعني فيها لاصيد، يعني مواد ماشي طبيعيه، وماكش عارفين يعني الماء اذا نقي ماشي نقي، يعني الواحد ما يكونش عارف. راح ندير لكم اليوم شاربه طبيعيه وما فيها لاصيد، ما فيها حتى حاجه، والمذاق تاعها تماما كما اللي يتباع برا. واش نحتاجو في هذه الوصفه؟ عندنا لتر تاع ماء، عندنا 6 مغارف كبار سكر، 2 مغارف كبار حليب، عصير 2 حبات قارص، مغرف صغيره لافاني، وعندنا الاغوم تاع الشاربات راكم تلقاوه يتباع في المحلات. واش نبداو؟ نحطوا الماء، نحطوا نصف الكميه، نحطوا له القارص، ونزيدوا له 6 مغارف كبار سكر. نزيدوا مغرف صغيره لافاني، صدقوني لافاني هي اللي تمد الفرق للشاربات، اذا ما حطيتوش لافاني ما راحش تحسوا بالطعم تاع الشاربات. هكذا، ونزيدوا الاغوم تاع الشاربات، هكذا مغرف صغيره، هكذا تكفي. عفوا، هكذا ونميكسيهم. واش نزيدو دوكا؟ نزيد لها 2 مغارف كبار تاع حليب، نطلعوها ثاني، عفوا نخلطوها هكا، نزيدو الماء هذاك اللي بقى لكم. هكذا وتدخلوها للثلاجه تبرد، يعني وما تشربش تمتم، لازم على الاقل تقعد ساعتين في الثلاجه باش تقدروا تشربوها. هاي من بعد نشوفوها في كاس التقديم. هذيك الشربة تاعنا بردت، صدقوني تجي كيما تاع برا، والذوق تاعها هايل. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم، ديروا لي اشتراك للقناه، واستنوني في فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.